السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، وسنة سعيدة علينا وعليكم وعلى كل شعوب العالم، وعلى كل الناس اللي بتتابعني وشايفاني وبتدعمني وبتشوفني وما تنسونيش في اللايك والشير. وانت مش هقول لكم بقى وتعليقات، انا النهارده جايه لكم بحاجه كده اللي هي مش موجودة الا في موسم الشتاء. انا جايه بالقلقاس وتفريز القلقاس. انا ما بحطش في اي شيء ولا اي اضافات ولا ليمون ولا خل ولا الكلام ده. انا طول عمري من وانا صغيره واحنا بنخزن القلقاس لان احنا بنحبه جدا، يعني انا عشقي كده القلقاس. الاول لما تيجي تجيبي القلقاسه لازم تجيبيها تكون شكلها مدور، المدوره دي، ويكون طالع منها البروز دي. شايفين البروز دي؟ لان انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق من كل حاجه فيها ذكر وانتهى زي ما بيقولوا. آه يعني فيها نوعين يعني. فاحنا هنا النتايه بتبقى سبحان الله ما بتاخدش سوا، وبتبقى طعمها احلى، وبتبقى مسكره كده وطعمها احلى يعني. وانا جيت زي ما انتوا شايفين وهبتدي اغسل القلقاس. هشمر بقى ايديا لان انا بحب ان انا ادعكه زي ما انتوا شايفين. مفيش مزلقه ولا اي حاجه. الوقت ده وقت شهر 12 وشهر 1 اكتر وقت تاخدوا الحاجه بخيرها، ما تبقاش قعدت شويه ونشفت ومزلقت. يعني سبحان الله انا بعمله والله اهو قدامكم، مفيش اي مزلقه ولا اي حاجه. هيتدرب كويس زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا اغير الميه بتاعتي لحد الميه ما تبيض معايا اهو زي ما انتوا شايفين اهو قدامي. بصراحة يعني اللي عارفني تاخدوا مني انا بقعد في الغسيل لحد ما الموضوع يبقى سواء خضرة ولا اي خضار اي فاكهة. يعني انا يوم الفراخ ده بكره عشت فيه لاني ببقى بغسل الفراخ كأني بحميها. انا يعني اهو بصوا بقى المية بتاعتي انتوا شايفينها قدامكم. المية بدأت تبقى نضيفة وبيضة وجميلة. هاخدها اخر حاجة. اخر حاجة اهو، واخر حاجة دي اهو. شوفوا بقى المية قدامكم كنتوا هتشوفوها، مش اي حاجة يعني. كمان شايفين المية منها ايه. هبتدي ان انا اطلعها في المصفى بتاعتها. في نفس الحلة هنزل بالسلق. لازم برضو لازم يتغسل معايا عشان اجففه واشيله برضو متخزن. انما ايه بشتريها بس وقت لما بطلع احط معاها شوية خل برضو نفس الكلام الخضرة اهي.
وهنا تاني برضو. بدل ما انشف الخل قدامكم انا اضفت الخضره ثواني. ورجعت لكم تاني بعد ما الخضره اتنقعت دقيقتين كده. برضه في المصفى الحنفية. زي ما انتوا شايفين اهو القلقاس لما اتغسل قدامكم اهو، ولا اي مزلقه ولا اي حاجه. ادي منزيل كلينكس اهو مفيش ميه ولا اي شيء. سبته يتجفف عادي خالص، بسيبه يتصفى تمام. وادي السلق اهو قدامكم لما اتغسل اهو. ده اللي بخزنه من السنه للسنه اهو. باجي بقى بكاس التلاجة، لا بحط ليمون ولا بحط اي حاجه. يعني انا من ساعه ما وعيت على الدنيا واحنا بنخزن القلقاس بالطريقه دي، وبيطلع معانا متجمد بالطريقه دي. بفتحه على الشرب على طول، بيفضل بلونه وبيفضل. والله لما اعمله هفتحه قدامكم. انا رغم ان انا عملت حلقه القلقاس قبل كده، بس انا هعمله وافتحه قدامكم تمام. انا دلوقتي اهو انا عملته لان في ناس طلبته مني طريقه تخزينه. على حسب بقى انت بتعملي الكميه قد ايه في البيت، على حسب ما انت يعني دي الكميه دي مش بتاعتي انا بقى. انا لسه عندي قلقاس تاني، لسه هقعد بقى مع نفسي. انا بس عملت قدام يعني انا ده تمام قوي فيه دلوقتي. كنت الاول بعمله طبعا قد ده مرتين تاني، بس عشان بقى الحمد لله يعني الله يرحم امي والبيت هنا يعني كان عددنا اكتر من كده. انا دايما بحب اعمل، وانتوا اتعودتوا معايا ان انا بحب اعمل الحاجه مش قليله. فانا ده يعني ده زي مثلا كيلو الا ربع كده اهو. وبيتحط بالطريقه دي عشان التلاجة تاخد معاكي كميه اهو. نفس الكلام السلق اهو. مثلا تقدير شويه دولت مع الخضره اهو. انا بطلع الكيس الاكله باكلتها طبعا مع الكزبره اللي هنشتريها اهو. وده تخزينه اهو. بيتشال اخضر زي ما هو، وبيطلع والله العظيم اقسم بالله باللون ده. وانا اي حاجه قلت لكم جربوها. اللي ما عجبكوش طريقتي يعني ما تشتركوش في قناتي، لان انا بجيب لكم بما يرضي الله. بجيب لكم وصفات انا بعملها لنفسي وتربيت عليها. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والتعليقات، وما تنسونيش في دعائكم الجميل. وان شاء الله هنزل لكم بكل ما هو جديد باذن الله. وده طريقه التفريز بتاعه القلقاس بالسلق، وحاجه بسيطه خالص بدون اي اضافات، بدون اي ليمون او خل او يتحط في ميه ويطلع. مفيش الكلام ده خالص. هيطلع معاكم زي ما هو كانكم لسه جايبينه في السنه. واحسن وقت تشيلوه فيه شهر 12 وشهر 1. وما تنسونيش بقى في تعليقاتكم الجميله. باي باي.